اهلا بيكم معانا مره تانية. احنا بقالنا فتره، غير ان احنا طبعا من يوم ما ابتدى برنامج آن الأوان عندنا فقره ثابته، هي فقره العبقري المصري، ويعني زي ما بيقولوا كده شويه شويه بقينا مرتبطين بيها نفسيا جدا وبنحبها، وبنحاول ان احنا كفريق عمل كلنا الحقيقه ندعمها بشكل او باخر. لكن على مدى كام حلقه اللي فاتوا احنا بنتكلم في موضوع التعليم والبحث العلمي بشكل اعمق، ومحاولين مش ان احنا نطرح حلول، لكن على الاقل نسلط الضوء على ان احنا عندنا في غياب كامل ويعني جانب مهم جدا جدا يمكن مصر هتقوم عليه، هو البحث العلمي والمخترعين المصريين اللي بيقدموا الحقيقه اختراعات هتفيد البلد. مفيش اي تعاون معاهم، مفيش مساعده ليهم، يعني على الاقل طيب نسلط الضوء عليهم. انا بقول كده لان يعني النهارده استكمالا لهذا يعني الخط اللي احنا واخدينه معانا الحقيقه الثلاثه من كليه الهندسه، 3 مخترعين هنعرف مع بعض هم بيعملوا كفريق ولا كل واحد زي ما بيعمل كفريق ليه كمان الجانب الخاص بيه. هنتكلم معاهم كمان في موضوع البحث العلمي ومدى دعم حاجته للدعم في الفترة القادمة. تعالوا مع بعض نتعرف عليهم. معانا الطالب إسلام حسين، مساء الخير، ومعانا الطالب محمد الأشموني، مساء الخير، والطالب أحمد أبو عبية، مساء الخير. خليني أبتدي بإسلام. زي ما فهمت انتوا كلكم هندسه، لكن انت فاضل لك سنه وتتخرج، انت تقريبا على وش تخرج ان شاء الله، وانت لسه سنه ثانيه باين، لسه فاضل 3 سنين. ربنا معاك ان شاء الله. اسلام، عرفني اولا انتوا بتعملوا مع بعض كفريق يعني ولا كفريق كلنا مع بعضنا، يعني زي جهه واحده تمام، بافكار كلها مترابطه، مفيش حد بيختلف عن تاني. لو حد صاحب فكره مثلا او طلع بفكره معينه التاني بيدعمها، بنتكلم في نفس المبدأ. بقالكم قد ايه بتعملوا كفريق؟ احنا يعني ان شاء الله باذن الله كده داخلين في 3 شهر. 3 شهر. انتوا معاكم اعضاء تانيين في معانا فرد تاني اسمه ياسر. ياسر ايه بقى عشان نديله حقه برضه؟ ياسر مجدي. ياسر مجدي في كليه هندسه برضه. بس ده متخرج. طيب محمد، كان ليكوا اي اختراعات قبل ما تنضموا لبعض كده؟ لا، هو مش اختراعات محدده، احنا لينا افكار، محاولات وافكار في مشاريع ياما. افكار في مشاريع ياما. فبدانا ان احنا نربط الافكار دي مع بعض ونبدا نشوف المشاريع دي ايه اللي هيتطبق فيها على ارض الواقع، وايه اللي ممكن وايه اللي صعب ان احنا نطبقه على ارض الواقع. بدانا نبص ونشوف ايه اللي موجود وايه الخامات وايه المتاح في مصر دلوقتي احنا نبدا نطبقه، واللي ما يعرف نجيبه من بره. فبدات الحكايه من كده. طيب احمد، يعني ايه اللي خلاكم تفكروا ان انتوا محتاجين ان انتوا تعملوا كفريق عمل؟ ايه اللي خلاكم اساسا تفكروا ان انتوا يعني ان انتوا يبقى ليكوا ابتكار مثلا او اختراع او يعني؟ مبدئيا احنا بنبص لفكره الدوله دلوقتي. احنا زي ما كنا بنقول وبنفكر نكون اتحاد، حصلت عندنا ثورتين سياسيين. شلنا